مباراة المنتخب المغربي ضد المنتخب النيجيري في نصف نهائي كأس أفريقيا 2025 أقيمت يوم الأربعاء الرابع عشر من يناير 2026 على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط. انتهت المباراة بالتعادل السلبي 0-0 بعد الوقت الأصلي 90 دقيقة، والأشواط الإضافية 30 دقيقة إضافية، مجموع 120 دقيقة. حسمها المنتخب المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 ليتأهل إلى النهائي ضد السنغال يوم الأحد 18 من يناير. المغرب نجح نيل العيناوي، الياس بن الصغير أو محمد بن صغير، أشرف حكيمي، يوسف النصاري، الركلة الحاسمة في الزاوية اليسرى السفلية، وأضاع حمزة إيغامان تصدى لها الحارس ستانلي النوابالي نيجيريا سجل إيبيري بول أونواتشو أو فاروق ديلي باشيرو وجوجو ديلي باشيرو، وأضاع صمويل تشويكويزي تصدى بونون وبرونو أو نمايا تشي تصدى بونون، بطل الحارس ياسين بونون تصدى لاثنتين، مما جعله نجم المباراة وأشعل الاحتفالات في الرباط. سير المباراة: الشوط الأول بداية حذرة دفاعية، سيطرة مغربية نسبية على الكرة حوالي 60%، فرص قليلة، تسديدة براهيم دياز بجوار المرمى، محاولة فيكتور أو سيمون أهدرها الدفاع. انتهى 0-0. الشوط الثاني ضغط مغربي، أكبر رأسية نايف أكرده اصطدمت بالقائمة، تسديدة عبد الصمد الزنزولي تصدى لها نوابالي نيجيريا اعتمدت على الدفاع كالفان باسي تألقه ولم تخلق فرصا خطيرة، فقط تسديدتان طوال المباراة. انتهى 0-0. الأشواط الإضافية تتر وإرهاق، تبديلات مثل خروج أوسيمهن، لا أهداف انتقلت إلى الترجيح. الإحصائيات البارزة: مباراة دفاعية قوية، نيجيريا الأكثر تسجيلا قبل المباراة، فشلت في الاختراق. المغرب أهدر فرصا أكثر لكن بدون ترجمة. الخلاصة: فوز مستحق لأصحاب الأرض بفضل التنظيم الدفاعي والخبرة في الترجيح، يعكس قوة أسود الأطلس تحت ضغط الاستضافة. نيجيريا تلعب على المركز الثالث ضد مصر يوم السبت، ديما المغرب في طريقه نحو اللقب الثاني في التاريخ، الأول 1976. المغرب نجح في تسجيل 4 ركلات للعينوي، محمد بن صغير، أشرف حكيمي، يوسف النصاري، وأضاع واحدة فقط، حمزة إغمان. نيجيريا سجلت 2 إيبيري بول أونواتشو، جوجو ديلي باشيرو، وأضاعت 2. صامويل تشويكويزي وبرونو آني ما يتشي. البطل الحقيقي الحارس ياسين بونون تصدى ل2 من ركلات نيجيريا، مما جعله النجم الأبرز في المباراة وأشعل الاحتفالات في الرباط.